من اكتر الاكلات اللي انا بحبها هي الكبسة والجلاش المقرمش بتاعي. تعالوا نعملها مع بعض. للاسف اول الفيديو ما تصورش، بس احنا حطينا معلقتين زبدة كبار ونزلنا باللحمة في الزبدة كده، وبعدين البصلة، وحطينا حبة لومي وعود من القرفة وكبابة صيني 5 حبات. نزلنا بقى بالبهارات بتاعتنا، ملح وفلفل ومعلقتين كبار من الكبسة ومعلقة بابريكا مدخنة ومعلقة صغيرة من الزعفران البودر وتوم بودرة وبصل بودرة، ونزلنا بمعلقة كبيرة من الصويا صوص. وهنسيب اللحمة تتعصق كده مع بعضها بالمية. حطينا كوبايتين من المية وسيبنا اللحمة تستوي كده لحد ما تدخل في السوا، ونزلنا بكوبايتين من الشوربة، وكان معاهم قطعتين كده كنت عيناهم فاستفدت بيهم برضو في الكبسة. ونزلنا بكوبايتين من الرز البسمتي المغسول ومنقوع، وهنقلب كل ده كده مع بعضه. تمام. وده بعد ما الكبسة بتاعتنا استوت. تعالوا يلا نشوف هنغرفها ازاي. بس ده انا بقول لكم يعني الجلاش لو سقعان معاكم مطلعينه في الفريزر، حطوه في الشمس شويه كده هيبقى طري معاكم. تعالوا بقى نغرف الكبسه. للاسف كنت سهيت عنها شويه فلسعت من تحت، بس كانت انا بحب يا جماعه الحتيته دي. ودي الكبسه بتاعتنا. كنت طبعا هنا بقول يا لهوي يا لهوي. هنا الجلاش بتاعي المقرمش اللي انا عملته معاكم 500 ألف مرة، وبرضو هعمله معاكم تاني. تمام. ودي شوية زبيب حطيناهم مع الكبسة وبس كده يا ولاد، بألف هنا. باي باي.